مرحبا بالجميع. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع من تلاميذ وأولياء أمور في هذا الفيديو. إن شاء الله هذا الفيديو غادي يكون خاص ب غادي ندير واحد الجولة شاملة في الموقع ديال مسار متمدرس، باعتبار أنه أهم موقع بالنسبة للتلاميذ ونقدروا نقولوا حتى بالنسبة لأولياء الأمور. إذا غادي ندخلوا لهذا الموقع هذا ونشوفوا شنو هو كاين فيه أهم المسائل والخدمات اللي تيوفرها. إذا أول حاجة إلا بغينا ندخلوا لهاد مسار متمدرس، الحساب ديالنا في مسار متمدرس بالنسبة للتلاميذ. إذا هاد مسار متمدرس خاص بالتلاميذ. إذا الطرق كثيرة، ولكن أهم طريقة أو أحسن طريقة أو أأمن طريقة وهي أننا ندخلوا عن طريق الموقع ديال وزارة التربية الوطنية. ولذلك فإحنا غادي نديرو www.min، غادي يطلع لنا ما بين الخيارات .min.gov.ma. إذا غادي ندخلوا الموقع ديال وزارة التربية الوطنية كما كتشوفوا معايا. غادي ننزلوا هنايا لتحت، غنمشيو لفضاء المتمدرس. فوالا غادي نمشيو للفضاء الخاص بالتلميذات والتلاميذ. فوالا إذا هنا كيف ما راني ديجا وضحت في واحد الفيديو، فاسم المستخدم غادي نديرو الرمز ديال مسار @تعليم.ma. بالنسبة للكلمة ديال المرور فممكن أنكم تصايبوها غير راسكم، ممكن أنكم تطلبوها من الإدارة ديال المؤسسة اللي نتوما كتقراو فيها. إذا حنا غادي نديرو هادشي، اسم المستخدم وكلمة المرور، وتنكليكيو على تسجيل الدخول. فوالا إذا في كثير من الأحيان ملي تندخل الحساب ديالي فكيعطيني هاد الواجهة هادي ديال تغيير كلمة المرور باغ ميزور دو سيكوريتي، أنه مرات تعطيني هاد الواجهة هادي باش نبدل الكلمة ديال المرور باش ما يكونش واحد الاختراق للحساب ديالي. ألوغ أنا هنايا ما غاديش نبدل كلمة المرور، غادي نمشي ندخل مباشرة للحساب. إذا نمشيو هنا الرئيسية. فوالا إذا هذا هو مسار متمدرس الخاص بالتلاميذ. إذا ملي كتدخل الحساب ديالك، إذا هنا اشنا هو كاين عندنا في هذه الواجهة هذه. إذا كتلقى السمية ديالك، إذا هنا مرحبا، وكيدير لك الاسم ديالك والنسب ديالك هنايا الفوق في أقصى اليمين، في الأعلى أقصى اليمين. إذا هنا شنو تلقاو هنايا عندي امتحاناتي والمراقبة المستمرة. إذا نكليكيو عليها ونشوفو شنو كاين عندي هنايا. إذا هنايا نورمالمون هاد البلاصة هادي خاصة بلا بروغراماسيون ديال الامتحانات ديال المراقبة المستمرة. مثلا هنا تتكون عندك المادة وقدامها تكون لا بروغراماسيون ديال العملية ديال المراقبة المستمرة الخاصة بها. إذا كما كتلاحظوا معايا هنايا التاريخ ديال البداية ديال هاد المراقبة المستمرة والتاريخ ديال النهاية. ولكن كما كتلاحظوا فعامة هاد البلاصة هادي ما كتكونش مفعلة. إذا بالنسبة لهاد المسألة هادي ديال المراقبة المستمرة فكتبقى ما بين التلاميذ والأساتذة ديالهم، ما بين التلاميذ والإدارة ديال المؤسسة ديالهم، وكذلك ما بين التلاميذ والوزارة والأكاديمية والمديريات الإقليمية، حيث يتم تنظيم هذه المسألة هذه عن طريق واحد المجموعة ديال المذكرات كما جرت العادة على ذلك. إذا إلا كانت مثلا شي معلومة في هذا المكان هذا فهي غادي تكون على صعيد لانفورماسيون، غتكون عندها واحد الدور اللي هو انفورماتيف، انه تعلم هذاك التلميذ هذه المراقبه المستمره مثلا بالنسبه لهذه الماده المعينه غتبدا في هذا التاريخ هذا وغادي تسالي في هذا التاريخ هذا. نرجعوا لاباج داكوي الرئيسيه. إذا هنا في هذا المكان الثاني، إذا هذا هو أهم مكان اللي الأغلبية ديال التلاميذ غادي يحتاجوه، وهو المكان ديال النقط. إذا هنا كما كتلاحظوا معايا نقاطي، نكليكيو عليها. إذا هنا كما كتلاحظوا معايا عندنا التتبع ديال النقاط. إذا مثلا هنا بالنسبة للسنة الدراسية 2022-2023، إذا هنا عندي الدورة. إذا كتختار الدورة الأولى ولا الثانية، وكذلك إلا بغيتي المعدل السنوي وكتكليكي على بحث.
إذا مثلا حنا هنايا نختاروا واحد السنة اللي هي ماضية، مثلا 2021 2022، مثلا نشوفوا الدورة الأولى ونديروا بحث. فوالا، إذا هنا تيعطيني كما كتلاحظوا معايا بيان النتائج الدراسية. إذا هنا جميع المعلومات المتعلقة بأولا القسم ديال التلميذ، إذا المؤسسة، السمية ديالها، القسم، إذا اش من قسم، المستوى، عدد التلاميذ، وهنا النقط ديال المراقبة المستمرة. إذا هنا جميع النقط ديال المراقبة المستمرة كتلقاوها هنايا. هنا بيان النتائج الدراسية. إذا هنا إلا بغيتي المعدل كتمشي لبيان النتائج الدراسية كما كتلاحظوا معايا فكيكون في الأسفل. إذا هنايا معدل الدورة، وهنايا بالنسبة لهاد بيان النتائج الدراسية فما تيكونش فيها شي حاجة اللي مهمة بالنسبة للتلميذ. إذا هنا أهم حاجة بالنسبة للاطلاع على النقاط وعلى النتائج هي هنايا نقاط المراقبة المستمرة. كيكون عندك كما قلت النقاط بالتفصيل ديال كل مادة على حدة، ما تيكونش فيها المعدل. بالنسبة للمعدل اللي بغا يشوف المعدل ديال الدورة ديالو أولا المعدل السنوي، فكيجي هنايا البيان النتائج الدراسية وكيلقاها في الأسفل كما كتلاحظوا هنايا معدل الدورة. فوالا، إذا هذا بالنسبة لهاد البلاصة الخاصة بالنقاط ديال التلاميذ. كما قلت فهذه هي أهم بلاصة اللي غادي يدخلوا ليها أو غادي يحتاجوا التلاميذ أنهم يستخدموها، بحيث أنه هذا المكان هذا كيمكنهم من أنهم يطالعوا على النقاط ديالهم والنتيجة ديالهم، واش ناجحين واش لا قدر الله ما ناجحينش، وكذلك النقاط ديال مثلا واحد الدورة معينة، الدورة الأولى ولا الدورة الثانية أو لا المعدل السنوي. فوالا، إذا هنا غادي نرجعوا للرئيسية. إذا هنا نمشيو نشوفوا هنا هذا المكان الثالث اللي هو خاص بالتقييم والدعم. فوالا، إذا هنا شنو تيقولوا لي؟ هذه الصفحة غير متوفرة حاليا، نشكركم على تفهمكم. إذا كما كتعرفوا فهاد المنظومة هذه ديال مسار متمدرس، مسار والي، راه هي واحد المنظومة اللي غادا في تطور. إذا ماشي واحد المدة طويلة باش تلونسا هادشي، وبالتالي فإنه او فيغ ميزور راه هاد لي زوتي هادو اللي كتشوفوا معايا في هاد لا بلاتفورم هادي راهم غادي يتطوروا، وغادي كل اوتي غادي يوفر هذيك الخدمة اللي هو التكرية على قبلها. فوالا، إذا نرجعوا هنايا للرئيسية. فوالا، إذا غادي ننزلوا هنايا نشوفوا هنايا عندي محفظتي، نشوفوا شنو فيها. كذلك هذه الصفحة غير متوفرة حاليا، نشكركم على تفهمكم. إذا نعودوا نرجعوا. إذا هنا نشوفوا نحاولوا أننا نشوفوا كل شيء. مشروع شخصي، إذا كذلك هذه الصفحة غير متوفرة حاليا، نشكركم على تفهمكم. إذا هنا واخا كيبان لنا هذا الميساج ديال هذه الصفحة غير متوفرة، زعما أنه مازال ما تلونساش العمل بهذا المكون هذا، ولكن راه هذا الشيء راه تيبشر بالخير، وواحد المسألة اللي هي إيجابية، لأنه تيبان لنا بأنه راه كاين واحد النظرة وكاين واحد المشروع. كيف ما لاحظنا فكاينين بعض الأماكن اللي هي مفعلة، وكاينين بعض الأماكن اللي مازال ما تفعلاتش، ولكن يبان لنا التوجه ديال الوزارة أنه راه شنو كاين في المستقبل، شنو هو غيكون هذه المسألة هذه خاصة بالتقييم والدعم، هذه المسألة هذه خاصة بالمشروع الشخصي، اكسيتيرا اكسيتيرا. إذا فوالا، هذا هو بالنسبة لهاد لي زيكون هادو اللي كاينين الوسط. كيف ما قلنا فأهم ايكون واللي هي مفعلة وزعما واللي خدامة هي ليكون اللي عندها علاقة بالنقاط، وكيف ما قلت هي مسألة مهمة، خاصة بالنسبة مثلا الناس اللي ولا التلاميذ اللي في الباك مثلا باش يعرفوا النتائج ديالهم. إذا هنا نمشيو نشوفوا هنايا هاد لاباغ الجانبية. إذا كيف ما كتلاحظوا معايا هنا عندي الرئيسية، إلا كليكيتي عليها فكتخرج لك هاد الصفحة الرئيسية ديال مسار متمدرس. إذا هنا نكليكيو على التمدرس نشوفوا شنو فيها. فوالا، إذا هنا أشنو عندي المراقبة المستمرة، تتبع النقاط، الغياب، جدولة الامتحانات، مساري الدراسي. إذا مثلا إلا مشينا للمراقبة المستمرة، إذا هي اللي كنا شفنا سابقا، فيها لا بروغراماسيون ديال المراقبة المستمرة. هنا تتبع النقاط هي اللي كنا شفنا كذلك قبيلة، ملي كليكينا على النقاطي باش كتعرف النقاط ديالك والنتيجة ديالك. إذا هنا بالنسبة للغياب كتشوف الغياب ديالك، الغياب اللي مسجل بالنسبة لك نتايا. إذا هنا كما كتلاحظوا معايا كتكون عندك بحال اون سورت دو كالوندريي، 2 3 4 الخميس الجمعة السبت، هادو راه التواريخ
2 راه 2 يناير، 3 يناير، 4 يناير، 5. إذا هنا كتلقى الغياب ديالك، وهنا راه دايرين لك إلا كان بالأخضر فهو غياب مبرر، إلا كان بلوغونج فهو غياب غير مبرر. إذا هنا جدولة الامتحانات. إذا مثلا هنا كتلقى لا بروغراماسيون ديال الامتحانات، إذا تاريخ البداية وتاريخ النهاية، وهنا عندي مساري الدراسي. إذا هنا كتلقى المسار الدراسي ديالك، كيفما كتلاحظوا معايا هنا كتلقى السنة الدراسية، السنوات الدراسية اللي دوزتي من نهار بديتي. هنايا كتلقى المؤسسة اللي كنتي فيها، هنايا المستوى، هنا المعدل ديال كل سنة دراسية، كلهم كتلقاهم هنايا. وهنا كتلقى النتيجة النهائية، مثلا ينتقل أو لا يكرر، هذا هو المعنى ديال النتيجة النهائية. إذا هنا غادي ندوزو لهاد البلاصة هادي ديال الموارد الرقمية. إذا هنا ملي كتكليكي على هاد الموارد الرقمية، إذا كدوزك لهاد لا بلاتفورم هادي كيفما كتلاحظوا معايا هنايا. إذا هادي اللي فيها اللي كانت استخدمات أكثر في الفترة ديال كوفيد، ملي كانت هذيك المسألة ديال الدراسة عن بعد. إذا كيفما كتذكروا كانت هذه المسألة هذه ديال أنه التدريس عن بعد، وكذلك باستخدام القنوات ديال التلفازة العمومية، القنوات الوطنية. إذا هنا كتلقى مجموعة من الموارد الرقمية، كتلقى دي فيديو، كتلقى مجموعة من المسائل اللي عندها علاقة بمختلف المواد ومختلف المستويات. إذا تري يوتيل، مزيانة. إذا غادي نرجعو هنايا. إذا غادي نمشيو نشوفو البلاصة الموالية، الأنشطة الصفية. فوالا، إذا هنايا كنلقاو مجموعة من المواد. إذا مثلا نكليكيو هنايا على اللغة العربية. إذا هنا كما كتلاحظوا معايا لا توجد بيانات. نكليكيو على اللغة الفرنسية. إذا كذلك لا توجد بيانات. إذا كيظهر بأنه هاد ليكون هادي مازال ما مفعلاش بواحد الشكل اللي هو رسمي. إذا هنا انطلاقا من العنوان فتيبان بأنه راه هاد المكون هذا غادي يكون واحد المكان اللي فيه واحد التجميعية ديال الأنشطة الصفية الخاصة بالتلاميذ، سواء اللي دارات أو مثلا اللي بروغرامي باش أنها دار فيما بعد. إذا ندوزو هنايا المكون الموالي، تدقيق المعطيات. فوالا، إذا هنا هذه الخاصية غير متوفرة الآن، شكرا. إذا مازال ما تفعلاتش. إذا حنا كنشوفو كل شيء باش نشوفو هاد المكون هذا أو هاد الموقع هذا نتعرفوا عليه مزيان. إذا هنا ندوزو المكان الموالي، المساعدة. إذا هنا المساعدة هذا رابط كيدوزني الموقع ديال وزارة التربية الوطنية كما كتلاحظوا، وهو شيء منطقي. إذا هنايا باش أي حاجة احتاجيتيها، لأنه الموقع ديال وزارة التربية الوطنية راه هو تبارك الله راه هو موقع زاخر بالمعلومات والمعطيات والإمكانيات والخدمات اللي تيوفرها، وبالتالي فإنه راه تيوفر واحد لو سيبور أو واحد الدعم أو واحد المساعدة بالنسبة لجميع التلاميذ وجميع الأولياء ديال الأمور. فوالا، غادي نمشيو نشوفو المكون الموالي، مسابقات رياضية عن بعد. إذا هنا بحكم أنه هاد لو كونت هذا ديال التلميذ بالابتدائي، فهما كاتبين لي هنا عمرك لا يسمح لك بالمشاركة في المسابقات. إذا هنا هاد المكون هذا راه هو خاص ب كما كتلاحظوا معايا بالمسابقات الرياضية عن بعد. ندوزو من بعد لهاد المكون هذا أسئلة وأجوبة. إذا هنا كذلك كيدوز الموقع ديال وزارة التربية الوطنية، إذا كيفما شفنا من قبل. إذا غادي ندوزو هنايا علبة الأفكار، كذلك كيدوزني الموقع ديال وزارة التربية الوطنية. إذا هنا عندي إشعارات، هادو دي نوتيفيكاسيون، إلا جاب الله جاتك اون نوتيفيكاسيون من عند الوزارة، إذا شي حاجة اللي عندها علاقة بك، فتيكونوا عندك هنايا هاد الإشعارات لي نوتيفيكاسيون، كتلقاها هنا على شكل واحد الرسالة. هنايا المستجدات. إذا هنا عندنا الاتصال،
إذا كيف ما كتلاحظوا فمازال ما فيها والو. إذا نورمالمون هنا كيف ما كتعرفوا فالاتصال أو الكونتاكت تيكونوا فيه دي نيميرو دو تيليفون أولا مثلا ان ايميل باش إلا بغيتي تكونتاكتي أولا تاخد بعض المعلومات المتعلقة بالوضعية ديالك، أولا مثلا بشي حاجة اللي نتايا ما فاهمهاش أولا عندك فيها واحد اللبس معين. فهاد البلاصة هادي فهي خاصة بهاد المسألة هادي، ولكن كيف ما كتلاحظوا فراه مازال هاد الساعة مازال ما كاين فيها والو. ولكن راه هادشي اللي تيكون فيها في جميع المواقع. إذا هاد لو كونتاكت هادي تيكونوا فيه دي كونتاكت، نوامر ديال التليفون اولا دي زيمايل اولا ان فاكس اكسيتيرا اكسيتيرا. وهنا اخر حاجه عندنا لو كونت. الوغ السميه ديال صاحب هاد الحساب، البروفايل ديالو. الوغ الا كليكينا عليها فكتعطيني هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا هنا بياناته الشخصيه. الا بغيتي تشوف البيانات ديالك، علبه الرسائل، الا مثلا جاتك شي رساله فكتلقاها هنايا. هنا التغيير ديال كلمه المرور، الا بغيتي تبدل الكلمه ديال المرور الخاصه بالحساب ديالك. وهنايا في الأسفل كيف ما كتلاحظوا معايا عندنا تسجيل الخروج. إلا بغيتي مثلا تخرج من لو كونت ديالك على مسار متمدرس. مثلا الا دخلنا هنايا البيانات الشخصيه فكيعطيك هنايا جميع المعلومات الخاصه بك. كما كتلاحظوا معايا هنايا الرقم ديال التلميذ اللي هو الكود مسار، الاسم، النسب، الاسم الشخصي للوالي، الاسم العائلي للوالي، الهاتف، مكان الازدياد المؤسسة، جميع المعطيات الخاصة بك. فوالا. إذا هذا هو الإخوة والأخوات الموقع ديال مسار متمدرس. كيف ما كتلاحظوا فهو موقع واعد. اللي كنلاحظوا دابا بأنه الخدمات اللي كيوفرها وهي أولا لي زانفورماسيون بيرسونيل، المعلومات الشخصية ديال التلميذ، فكتكون هنايا جميع المعلومات ديال التلميذ كيلقاها هنايا. كتوفر ليه الخدمة ديال أنه يتعرف على النقاط ديال المواد ديالو، وكذلك النتائج ديال نهاية الدورات، نهاية الدورة الأولى، الدورة الثانية، نهاية السنة الدراسية، أنه يتعرف على المعدلات ديالو. ممكن كما لاحظنا أنه يتم العملية ديال التغيير ديال لو مو دو باس ديال الحساب ديال مسار متمدرس من هنا انطلاقا من لو كونت ديالك بهاد لا بلاتفورم هادي. وكنلاحظوا بانه راه كاينين مجموعه ديال الخدمات كما كتشوفوا هنايا: الامتحانات والمراقبه المستمره، التقييم والدعم، المشروع الشخصي اللي سيغت راه هي مازال غير مفعله، ولكن تيبان بانه راه من بعد راه هي غادي تكون هاد المسائل هادي، وهو شيء اللي هو ايجابي. وما نساوش الروابط اللي شفنا هنا، انه هاد لا بلاتفورم هادي كتوفر كذلك مجموعه من المعطيات، وكتحيلنا على مجموعه من المواقع كموقع ديال وزاره التربيه الوطنيه، كالموقع اللي شفنا قبيله اللي فيه الموارد الرقميه، واللي هي كتمثل واحد الدعم وواحد المكون اللي هو اساسي اللي كيمكن التلميذ من التوفر على بحال واحد لا بيبليوتيك، بحال واحد المرجع اللي غادي يكون مفيد بالنسبه للتلميذ في مثلا انجاز البحوث، في مثلا ثقافه عامه، انه يعمر راسو بالمعلومات والمعطيات. اذا فوالا الاخوه والاخوات التلاميذ والتلميذات، هذا هو المنصه ديال مسار متمدرس او الموقع ديال مسار متمدرس. تحيه لكم، شكرا على حسن التتبع ديالكم، وموعدنا في فرصه قريبه ان شاء الله.